أنا منار، كنت بدور على شغل بعد التخرج بلهفة، وجالي اتصال من شركة العالمية للاستيراد. الصوت كان وقور جدا وقال لي: يا آنسة منار، الCV بتاعك ممتاز ومحتاجينك سكرتيرة خاصة للمدير العام، والمرتب خيالي بالدولار. رحت المقابلة في برج فخم جدا، والمكتب كان كله زجاج ومرايات وشكله يوحي بالثراء. المدير عصام بيه استقبلني بابتسامة غريبة وقال لي: ادخلي الأوضة اللي جوه، دي فيها يونيفورم الشغل، جربيه عشان أشوفه لايق على الواجهة بتاعت الشركة ولا لأ. دخلت الأوضة وكانت واسعة ومريحة، وبدأت أغير هدومي، وفجأة لمحت برواز صورة عليه شكل نسر، وعين النسر كانت بتلمع بضوء أزرق خافت جدا ما بيبانش غير في الضلمة. قلبي بدأ يضرب في وداني، وقربت من البرواز ولقيت وراه فتحة صغيرة جدا فيها كاميرا احترافية متوصلة بأسلاك ماشية جوه الحيطة. ما كانتش كاميرا واحدة، بدأت أدور ولقيت كاميرا تانية في ساعة الحائط وتالتة في أباجورة المكتب. الرعب شل حركتي، بس قررت أتماسك. فتحت درج المكتب اللي في الأوضة ولقيت صدمة عمري: فلاشات كتير جدا عليها أسامي بنات، ولما حطيت واحدة في لابتوب كان مفتوح بالصدفة شفت فيديوهات لبنات كتير وهم بيغيروا لبسهم في نفس الأوضة، وفي عقود احتكار بتمضي عليها البنات بعد ما بيتم ابتزازهم بالفيديوهات دي عشان يشتغلوا في أعمال مشبوهة برا مصر. عصام بيه ما كانش مدير شركة، ده كان سمسار بيصطاد البنات اللي محتاجين شغل ويصورهم بغير علمهم، وبعدين يهددهم بالفضيحة لو ما سمعوش الكلام وسافروا معاه في رحلات شغل وهمية. وفي اللحظة اللي كنت بحط فيها الفلاشات في شنطتي عشان أهرب، الباب اتقفل إلكترونياً بصوت تكة مرعبة. عصام ظهر على شاشة كبيرة في الأوضة بضحكة شيطانية وقال: الشغل عندنا ليه شروط يا منار، وانتي دلوقتي بقيتي أهم موظفة عندي. عصام ما كانش يعرف إني كنت مفعلة خاصية التسجيل المباشر على موبايلي، وبعت اللينك لخطيبي اللي كان واقف مستنيني تحت البرج. خطيبي لما شاف الفيديو وسمع التهديد كلم البوليس وكسروا باب الشركة في أقل من 10 دقايق. البوليس دخل والمكان كله اتقلب، وعصام حاول يهرب من باب سري ورا المكتب بس اتمسك هو والطاقم بتاعه كله. اكتشفوا إن الشركة دي عبارة عن وكر كبير متقسم لغرف تصوير مخفية، وإن في مئات البنات وقعوا ضحايا للراجل ده. نجيت بأعجوبة واتعلمت إن المرتب الخيالي والوظائف اللي بتطلب مواصفات خاصة هي دايماً الطعم اللي بيستخدمه الصياد عشان ينهي حياة ضحاياه. دي كانت حدوتة النهاردة في قناة حدوتة. أشوفكم في حدوتة جديدة، وسلام.